إزاي نقدر نعرف إن القسطرة ضرورية فعلا؟ وهل ممكن نستبدلها بفحص تاني أسهل وأقل ضرر؟ بص حاجة، القسطرة في مجملها مجرد ان انا خدت القرار ليها ان هي مش فحص، ده اجراء علاجي، لكن يسبقها تقييم. ممكن اقدر اقيم من العيان اللي هو عنده مشاكل في ارتفاع انزيمات الكلى وعنده اسهال في الشرايين محتاج يعمل قسطرة تداخلية فعلا او لا. طبعا العيان ده لو هو عنده انسداد في مستوى الشرايين والانسداد دوت مؤثر على المدى الحركي بتاعه، والعيان نشط فبالتالي مش قادر يعمل توسيع نشيل بيه المشكله اللي عامله له مشاكل في حياته، ان انا بقدر اقيم الوضع ده عن طريق استخدام دوبلر بقيس السرعات واعرف الاماكن اللي فيها انسداد، وبقدر اتدخل عن طريق استخدام غير ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي اقدر احل له المشكله بسهوله جدا من غير ما اذي الكلى خالص. طيب عيان عنده انسداد وعنده جرح قدم في رجله، فبالتالي الجرح مش هيلتئم الا اذا الانسداد اتعالج والدم بدا يوصل بكفاءه عاليه. طب هو العيان ده عنده في نفس التوقيت ان وظائف الكلى عاليه، فبالتالي لازم يعمل توسيع. احل المشكله ازاي؟ ان انا بدخله اعمله قسطره علاجيه باستخدام غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بحل مشكلته من غير ما نأذي الكلى تماما.